السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا كويسين وبخير. كل سنة وانتم طيبين. ينعاد علينا وعليكم الايام بخير يا رب ان شاء الله. هنبدأ الفيديو بتاعنا كالمعتاد بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. الفيديو بتاعنا حبايبي طبعا ده متسجل من يعني متصور من قبل رمضان بيوم، بس ما كانش عندي وقت. سامحوني ان انا يعني انزله ليكم، فسامحوني ان انا بنزله في الايام دي على قد ما انا اقدر انا انزل لكم الفيديوهات. بصوا طبعا انا جايبه حبايبي النهارده الخزين بتاع رمضان، من خضار، من لحمه، من فراخ، من لحمه مفرومه. فقسمتهم لكم كده على فيديوهات عشان ما يبقوش طوال عليكم. انا نزلت لكم الفيديو بتاع المشتريات، بس دلوقتي بوريكم ايه التفريز بتاع الحاجه اللي انا جايباها. طبعا يا حبايبي انا جايبه كده 3 كيلو دي وراك من عندي بتاع الفراخ، لان انا بحب اجيب الوراك بس ساده، وبجيب صدور كده اعملها بانيه. اول حاجه كده حطيت شويه ميه على النار يغلوا، هصمتها. يعني احنا عندنا يعني الطريقه بتاعتنا بنقول نصمتها، يعني نحط الميه في ميه سخنه. اسفه، بحط الفراخ في الميه السخنه واطلعها واشعوطها كده على النار تشعويطه حلوه عشان اتاكد كده من نظافتها ومن حلاوتها، عشان تاكل الحاجه كده بنفس. وبعدين تحت الميه جاريه اشطفها كده معاكم. وكده انا كنت عامله حطيت كده اللحمه المفرومه وجبات، قسمتها وجبات، وعملت الكبده دي وجبات، وعملت الصدور بتاعت الفراخ وجبات، وهحطها كده في اكياس. يعني انا ما جايباش كميه كبيره، بس ان شاء الله هتقدم معايا رمضان باذن الله، وهيفيد كمان بعد رمضان، لان انا بحب اجيب الكميه مش كبيره، لان عشان ما تطولش عندي في الفريزر. لان الحاجه لما بتتاخر عندي في الفريزر انا ما بحبهاش. بحب الحاجه اقصى حاجه شهر او شهر ونص. بصوا انا قسمتها كده، دي الكبده واللحمه المفرومه والصدور. وقسمت يا حبايبي طبعا الوجبه، يعني كل ورك انا قسمته على حتتين وحطيته في كيس. لو بصوا كده الوجبات معايا. يا رب الفيديو يعجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله.